السلام عليكم، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا فيديو ديال هذا النهار. هذا الفيديو اللي غادي يكون متنوع فيه وصفات مختلفه غادي تعاونكم ان شاء الله انكم تنوعوا في المائده الرمضانيه ديالكم. غادي نشوفوا مع بعضياتنا تحليه وكيك ديال الحامض، كريمه ديال الحامض كيجي رائع جدا، وغنشوفوا بيتزا ب4 ديال الحشوات مختلفين لارضاء جميع الاذواق. اول حاجه غادي نبداو بالتحضير ديالها هي التحليه، بما ان تيخصها الوقت باش تبرد. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نقترح لكم مهلبيه كلشي كيبغيها، كتجي لذيذه بسيطه في المكونات ديالها، وحتى في الوقت ديال التحضير تقريبا 5 دقائق كتكون واجده. خديت انا هنا يطرو ديال الحليب، ممكن تستعملوا غير نص يطرو على حسب الكميه اللي نتوما باغيين وعلى حسب عدد افراد الاسره ديالكم. يطرو ديال الحليب غادي ندير عليه 5 المعالق كبار ديال نشا الذره اللي هي المايزينا، و5 المعالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر راه ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نزيد 2 ساشيات ديال سكر الفانيليا. غنحرك هاد المكونات على البارد، عاد نوضعوهم فوق البوطه. البوطه يعني عافيه عاديه، ممكن تكون مجهده ماشي مشكل، غير المهم واللي مهم بزاف هو التحريك المستمر. ما نخليوهاش باش ما تبقاش تعقد لينا من الجناب وتحرق وتعطينا النسمه ديال الحريق في الخليط ديالنا. التحريك المستمر حتى كتبدا كتعقد ليا، غير كتعقد فوق البوطه غادي نضيف عليها 4 كاس ديال الماء الزهر، وغادي نبدا نحرك نحسب نص دقيقه تقريبا ونحيدوها من فوق البوطه. من بعد ما كنزولها من فوق البوطه هانتوما غادي تشوفوا الخليط ديالي كيجي القوام ديالو على هذا الشكل هذا كريمي. ما نخليوهاش حتى كتعقد لينا بزاف، لانها ملي كتبرد كتزيد كتماسك. الا خليتوها حتى عقدت لكم بزاف فوق البوطه فراه ملي كتبرد كيجي القوام ديالها ما كتجي زوينه، كتجي بحال دايرين فيها جيلاتين، كتجي زوينه. هنا كنخليوه كريمي باش ملي كتبرد يلاه كتماسك كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. من بعد غادي ننزلها في هاد الزليفات هادو، كنديروها في كؤوس اولا في اللي بغيتو، يعني بالنسبه للتقديم كيبقى لكم الاختيار. في الاول غادي نخليوها غير فوق سطح العمل، يعني غير فوق بوطاجي حتى كتاخذ لينا درجه حراره المطبخ، ومن بعد كندخلوها على الثلاجه حتى كتبرد. وبالنسبه للتقديم تتزينوها باللي بغيتو. هي كتمشي بزاف مع الفواكه الجافه، ممكن ديروا بيستاش، قرقاع، اللوز، الزبيب، الكوك، هادو كلهم تقطعوهم غير شويه وتديروهم من الفوق. انا بالنسبه للعائله ديالي كتبغي غير هكا باللوز والقرقاع، فهاد الشيء اكتفيت به. وكما قلت لكم راه ممكن تقدموها كما بغيتو، ممكن تقدموها غير هكا راه كتجي لذيذه ورائعه. هنا غادي تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتجي، علاش قلت لكم ما تخليوهاش حتى تعقد بزاف. هنا انا القوام كيف ما خليتها كريميه، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي فاش كتبرد وكتماسك، ما كتجيش بحال الفلون شاده راسها بزاف. الا خليتوها حتى عقدت لكم فوق البوطه فراه كتهزوها بحال الفلون، ولكن ما كتجيش لذيذه بحال الفلون، كيجي المذاق ديالها كما قلت لكم بحال زايدين فيها الجيلاتين. ان شاء الله تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو نحضروا الكيك. هذا الكيك هذا غادي نحضروه بالحامض، كيجي من اروع ما يكون، تيجي يعني منفوخ ومهوي من الداخل واسفنجي رطب، واحد الرطوبيه اللي ميمكنش تخيلوها. في البول ديالي غادي ناخذ 4 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، غنزيد عليهم قبيصه الملحه، كاس ديال السكر سنيده، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. بالنسبه للحلاوه راه كتبقى من طبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. وغادي نزيد 2 ساشيات ديال سكر الفانيليا. غنخلط هاد المكونات مزيان، ضروري من هاد المرحله هادي نخلطوا حتى كيبيض لينا الخليط ديالنا وكيتضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس ديال الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ. الا بغيتوا الكيك ينجح معكم ما ديروش المكونات باردين، كلهم المكونات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. في هذه المرحله هذه كنبدا كنحرك غير شويه، غير كينسجموا لي المكونات اللي ضفت وكنزقر التحراك، يعني ما كنبقاوش نحركوا بحال المره الاولى. المره الاولى فقط اللي كنحركوا مزيان حتى كيضاعف لنا الخليط ديالنا، ومن بعد راه حنا كنبقاو غير كنخلطوا باش كيدخلوا لينا المكونات اللي ضفنا في الخليط ديالنا. هنا غادي نضيف كاس الا ربع ديال نشا الذره اولا المايزينا، وهذا هو السر ديال هذا الكيك هذا، باش كيجي لنا مفشفش، كيجي خفيف بزاف وكيجي رائع جدا. كما قلت لكم كاس الا ربع ديال نشا الذره و2 كيسان ونص تقريبا
ديال الدقيق. نتوما غادي ديروا 2 كيسان ومن بعد غادي تحركوا وتشوفوا القوام ديال الكيك ديالكم، حيتاش كاين الدقيق اللي كيتشرب مزيان وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش. انا بالنسبه ليا في هذا الكيك هذا راه كاينه شي مرات اللي كندير فيه 2 كيسان، كاينه المره اللي كندير فيه 2 كيسان ونص. المهم انكم نتوما كتعرفوا القوام ديال الخليط ديالكم، كتشكلوا الرقم 8. ما خصوش يغبر لكم دغيا، الا غبر دغيا راكم يعني الخليط راه خفيف، خاصكم تزيدوا له الدقيق. صافي كما قلت لكم انا راه دخل ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق اللي كنخلط بالخلاط اليدوي حتى كيدخلوا ليا في الخليط ديالي مزيان. من طبيعه الحال ما كنبالغوش بزاف في التحراك باش ما كيطيحش لينا البيض ديالنا، كيبقى عندنا الخليط ديالنا مهوي. كنحركو غير بشويه، غير كيبان لينا الدقيق منسجم والقوام المطلوب راه هو هذاك. صافي كنحبسو، وكمرحله اخيره غادي نضيف 2 معالق صغار ديال الخميره كيماويه ما يعادل تقريبا 2 ساشيات، وغادي نضيف القشور نتاع حامضه محكوكه و العصير نتاع ديك الحامضه اللي حكيت، عصير ديال الحامضه كلها. هاد الحامض هذا كنضيفو في الاخر باش كيجيني المذاق باين ديال الحامض مزيان. ديما هادشي اللي كنكهو به من الاحسن، انا جربت يعني كاع الطرق، من الاحسن نضيفوه في الاخر. في الاخر تيجي المذاق واضح في الكيك ديالنا. صافي هنايا غادي نخلطهم وغادي نخوي الخليط ديالي في المول اللي بغيت، الشكل اللي بغيتو، الشكل اللي متوفر عندكم. انا درتو هكا في مول طويل، ممكن ديروه حتى في المول العجيب وديروا الكريمه في الوسط راه كيجي زوين. بالنسبه للطياب فرانا كندخلو الفران بارد، ما تنكونش مسخنه من قبل. غندخلو الفران عافيه متوسطه من التحت، ما نحلوش عليه، نخليوه حتى كيتنفخ لينا وكيطلع وكيشد فراسو مزيان، باش كنعرفوا راه غير كنشموا الريحه ديال الكيك ديالنا في المطبخ راه كنعرفوا بان الكيك راه يعني صافي، يعني راه بدا كيطيب، بدا كيشد راسو. من بعد كنشوفوا راه كتطلع له الحموريه، يعني كيتحمر من الجناب. كندخلوا فيه موس اولا عود خشبي من الوسط الا خرج لينا ناشف، فراه حنا كنشعلوا عليه العافيه من الفوق وكنخليوه حتى كيتحمر وكنخرجوه. ما نخليوش يدوز له الطياب بزاف، كتعرفوا الكيك ديال الحامض دغيا كينشف، فالا دوزنا ليه حتى الطياب بزاف راه كينشف لينا من بعد، باش كيبقى لينا طري وتيبقى لينا معلك، ما ندوزوش له الطياب. وهنا راكم غتكونوا شفتوا معايا الكيك ديالي من بعد ما كنخرجوا من الفران كيفاش نو كيجي منفوخ وعالي واسفنجي رائع جدا. نتوما غير جربوه بهاد المقادير هادو وان شاء الله غادي تخرج لكم النتيجه اكثر من مرضيه. دابا غادي نوضعوه جانبا وغندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه خديت كاس ديال الحليب، كنضيف عليه معلقه كبيره ديال لا كريم باتيسير. الا ما كانتش متوفره ممكن ديروا غير المايزينا اللي هي نشا الذره. انا كندير لا كريم باتيسير خصوصا في هذه الكريمه ديال الحامض باش كتعطيني اللون صفر اكثر. غادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا، غير هو بالنسبه لكريمه الحامض كتعرفوا الحامض كيكون المذاق ديالو مجهد شي شويه، ما كيبانش فيه السكر، هذا علاش كنزيدوا شي شويه الكميه ديال السكر. صافي انا درت النكهه ديال الحامض، الا ما بغيتوهاش ممكن ديروا غير العصير ديال الحامض الكميه اللي بغيتو على حسب الجهد نتاع نسمه الحامض اللي كتبغيو في الكريمه ديالكم. كنحرك على البارد وكنوضعو فوق البوطه، التحريك المستمر حتى كيعقد، ما تخليوش يعقد لكم بزاف بحالي، لانكم ملي غادي تجيو تخويو فوق الكيك ما كيعاونكمش انه يهبط لكم من الجناب، يعني يجي سايح على الجناب. انا خليته حتى عقد بزاف، نتوما خليوه غير شي شويه، غير يبدا كيعقد لكم وخويوه فوق الكيك ديالكم. انا هنا راه تزولتهم فوق البوطه، الا كان متوفر عندكم البافو غادي تضيف واحد شويه، كيجيو دوك النقيطات كحلين فوق الكريمه، كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. صافي كنبدا التزيين اللي كيبقى اختياري، ممكن تخليوه غير هكا. انا زينت هنايا بانصاف ديال الحامض من الفوق وكنزيد عليه المختيل وزدت هنايا باش يعطينا غير اللون باش نكسروا ديك الصفوريه ديال الحامض. درت وريقات ديال النعناع، ديك الخضوره كتجي زوينه مع المختيل في هذاك اللون المغلوق، تيجي الكيك منظر ديالو رائع جدا، وحتى المذاق وحتى القوام ديال الكيك راه كيجي رائع. ان شاء الله جربوا هاد الكيكه هادي وردوا عليا الخبر، لانها كيك رائع جدا لا شكلا ولا مذاقا. نتوما المقادير راها مضبوطه، غير جربوها وردوا عليا الخبر. دابا غادي ندوزو نحضروا البيتزا. كما قلت لكم غنشارك معكم 4 ديال البيتزات ب4 ديال الحشوات مختلفين لارضاء جميع الاذواق ان شاء الله.
عندي هنايا لاباط ديال البيتزا راني فايت لي حضرتها معكم، والفيديو ديالها غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الناس اللي بغاو يشوفوا طريقتي في تحضير لاباط ديال البيتزا راه كتجي رائعه وكتجي من السما ولذيذه بزاف. انا كما قلت لكم غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. اول نوع ديال البيتزا اللي غادي نشوفوا مع بعضياتنا هو هاد البيتزا هادي اللي كتجي مختلفه، ما غاديش نحضروها بلا صوص طوماط. انا هنايا خديت لاباط ديالي كندهنها بالفرomاج ديال الدهن او لا اي جبن كريمي عندكم. درت هنايا انايا يعني فرomاج داك الجبن اللي نتاع السطيله داك تاع الكيلو، وانتم ممكن ديروا اي نوع كما قلت لكم متوفر عندكم. من بعد ما كندهنها بالفرomاج كاملها غادي نضيف عليها واحد الطبقه اللي كتكون معقوله ديال خليط ما بين الموتزاريلا والفرماج احمر محكوكين. من بعد غادي ندير عليهم طريفات ديال لادان فيمي. كناخذ لادان فيمي كنقطعو، ممكن ديروا حتى دوائر كيجي مزيان، وغنزيد شويه ديال الزيتون الخضر وشويه ديال الزعتر. درت حتى هذيك لا كريم فروماجير حتى هي راه كتجي لذيذه كتبنن لي هاد البيتزا هادي مزيان. وهنا كنكونوا حضرنا البيتزا ديالنا بكل سهوله وكتجي لذيذه بزاف ورائعه جدا، ما كتاخذش وقت هذه نهائيا، ما محتاجين لا تحضروا لا صوص لا حتى شي حاجه. ولو ان راه لا صوص طوماط كنكونوا ضروري ما تكونوا محضرينها من قبل، يعني من التحضيرات اللي كتكون مسبقه ماشي غير في رمضان، العام كامل كتكون عندي لا صوص طوماط كنحضرها وكنخليها في الثلاجه. الوقت اللي كنحتاجها راه كنلقاها واجده، كتجيني البيتزا ديالي كنحضرها في وقت اللي كيكون قصير. دابا هاد البيتزا هادي حنا حضرناها غنوضعها جانبا، وغندوزو ان شاء الله نشوفوا النوع الثاني. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو راه الشكل اللي بسيط بزاف. هنا غادي ناخذ لاباط بيتزا اللي غادي ندهنها بلا صوص طوماط. بالنسبه لطريقتي في تحضير لا صوص طوماط راني فايتلي شاركتها معكم. الناس اللي غيبغيو يشوفوها حتى هي رانا غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي ندهن لاباط بيتزا بهاد لا صوص هادي. غادي نزيد واحد الطبقه ديال الفرماج، خليط ما بين الموتزاريلا والفرماج احمر محكوكين، وغادي ندير البورو كيجي رائع جدا، ما كيجيش النسمه ديالو مجهده كما البصله. يعني في الوقيته اللي كيكون متوفر البورو فإلا لقيتوا انكم تستغلوه في الحشوات اولا في لي بيتزا راه كيجي احسن من البصله العاديه. كما قلت لكم قطعت البورو درتو، وغادي ندير شويه ديال الكفته مع لي شامبينيون اللي كنكون طيبتهم، يعني شحرتهم في مقله مع شويه ديال الزيت. كندير شامبينيون معلب هو الاول، الا كان عندكم شامبينيون طري راه غيكون احسن. وكنزيد عليه الكفته اللي كتكون بالعطريه ديالها حتى كطيب ليا، وكنديرها فوق البيتزا ديالي. واكيد غادي ندير شويه ديال الزيتون كحل، انا درت هنايا الزيتون كحل، ممكن ديروا الزيتون الخضر. وضروري المساند الرسمي بالنسبه للبيتزا هو الزعتر، الا ما كانش الزعتر راه البيتزا ما كتجيش هي هذيك. ضروري ما كندردرو فوق منها شويه الزعتر، وإلا لقينا حتى شي خويطات نتاع الزيت البلديه راه كتجي لذيذه بزاف. الشكل الثالث غيكون بيتزا اللي كتجي مختلفه بزاف، ولو انها بيتزا ديال الدجاج ولكن فيها واحد النسمه اللي كتجي خطيره ولذيذه بزاف، مختلفه على اي بيتزا ذقتوها من قبل. غادي نحتاج فيها دائما لاصوص طوماط اللي غادي ندهن بها لاباط ديالي، وغنزيد عليها انا دائما كندير لاصوص طوماط كنتبعها واحد الطبقه ديال الفرomاج محكوك يعني موتزاريلا. وإلا لقيتو الخليط ما بين الموتزاريلا والفرماج احمر راه كيزيد لذه اكثر. غادي نزيد الدجاج اللي كنكون شحرته في مقله معاياش مع العطريه التركيه. العطريه التركيه راه متوفره، ممكن حتى هي تصاوبوها على يديكم ماشي مشكل، سهله. وإلا بغيتوها واجده راه كتاخذوها من عند العطاره، من عند الهريات، من عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. راه دابا ولاو موجودين كاع الانواع ديال العطريه، لا المكسيكيه ولا الشاورما ولا هاد العطريه التركيه ولا جميع انواع العطريات راه تيكونوا متوفرين دابا يعني بكثره. غادي ديروا هاد العطريه التركيه وغتشوفوا النسمه اللي غادي تعطي لكم في البيتزا ديالكم. كما قلت لكم كتجي بيتزا اللي هي مختلفه، ولو انها بيتزا ديال الدجاج ولكن ماشي نفس المذاق المعتاد اللي كناخذوه دائما وكناكلوه دائما في البيتزا ديال الدجاج. هنا كنشحر هذاك الصدر ديال الدجاج، ما تندير لا الملحه لا حتى شي حاجه، فقط الدجاج مع العطريه التركيه صافي. كنزيد عليه شويه المايس، اكيد كندير شويه ديال الزعتر كما قلت لكم ضروري. ولا بغيتو تزينوها بالزيتون او لا اي حاجه اخرى راه كتجي خطيره بزاف.
وباش نخرج شويه اللون ديال البيتزا ديالي ما تجينيش هكاك باهته، فانا ضفت واحد قطع ديال الفلفله حمراء من الفوق. ممكن تضيفوا الخضره حتى هي الا بغيتوا. المهم غير باش كما كنقولوا راه العين كتاكل قبل من الفم، يعني كما كان المنظر نتاع الاطباق ديالكم زوين فراه كيحل الشهيه اكثر. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا البيتزا الاخرى، وتا هي بيتزا اللي هي عاديه ولكن افكار باش كتنوعوا ان شاء الله في المائده ديالكم. البيتزا الاخرى ان شاء الله غادي تكون بيتزا بالطون. غادي ناخذ لاباط بيتزا اللي غادي ندهنها بلا صوص طوماط، غادي نزيد عليها بصله كنكون مقطعاها هكا طويله، ممكن تقطعوها حتى دوائر، المهم تكون رقيقه لاننا ما كنطيبوهاش من قبل. غنزيد عليها الفلفله الوان، يعني فلفله خضراء حمراء صفراء، وغادي ندير واحد الطبقه ديال الفرماج محكوك موتزاريلا، الطون، وغادي نزيد شويه ديال الزيتون خضر والزيتون كحل، شويه الزعتر، وحتى هي كندخلوها للفران وكتجي رائعه. بالنسبه للطياب ديال البيتزا ضروري ان الفران يكون سخون مزيان من قبل، وكندخلوا العافيه من الفوق ومن التحت. كيكونوا المكونات كلها طيبين، يعني غير الوقت اللي كتحمر لينا لاباط من التحت وكيذوب لينا داك الفرماج. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال لي بيتزا ديالي من بعد ما كنخرجهم من الفران. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين جدا. حشوات كما قلت لكم مختلفين ولذاذين بزاف، جربوهم ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. تجربوا هاد الوصفات هادو وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. الا مازال ما اشتركتوش في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.